هل قلة الاهتمام من الطرف الآخر بسبب ضغط الشغل سبب يخليني أنهي العلاقة؟ إحنا في فترة الخطوبة وضحت كتير إن ده مأثر عليا. في هنا طريقين: يا إما هو فعلا مش بيحبك وبالتالي هو مقتنع بيكي كزوجة وكأم، فمتمسك بيكي كأم أو كزوجة يقدر يثق فيها لولاده ويثق فيها في نفسه يعني. وطريق تاني إن هو مش مرتاح، إن هو كل ما بيجي يتكلم معاكي بتعاتبيه، بتلوميه، بتكلميه في ضغوطات الحياة وفي مسؤوليات الجواز في مش بتهوني عليه الضغوطات اللي في الشغل. وبالتالي هو مضغوط في الشغل وانت عارفة ان هو مضغوط، وبتلوميه وبتفترض ان دي حاجة مش بتاعتك وملكيش دعوة بيها، وبتلوميه ان هو اصلا مضغوط فيها وبيأثر عليكي، فبالتالي هيبعد عنك اكتر لانه مش مبسوط. انما لو مبسوط وكل مره بيتكلم فيها بيرتاح معاك، هيفضي نفسه في وقت شغله، لانه بالنسبه له انت الملجأ والهروب من الضغط بتاع الشغل.